السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا حبايبي، يومكم هنا وسعادة ان شاء الله. عارفين دي ايه؟ دي مش لحمة، دي مش لحمة مفرومة، ده عجوة. دي عجوة، هنعمل كعب الغزال النهاردة. بس العجوة اللي معايا البلح وشايلين منه النوايا بتاعته، وحاطين حتة سمنة، وحاطين شوية سمسم. بس لازم افرمه هنا عشان يبقى سهل معاكي في الشغل ويبقى جميل بالطريقة دي. بصوا جميل ازاي. لازم تفرميه في المكنة دي بتاعت الكحك والبسكوت، هينزل معاكي جميل. يلا يا جميل، اهو اهو. شفت الحلاوة اهي. ايه رأيك؟ ايه رأيك في الجمال ده؟ اهو سهل معاكي الشغل وتعرفي تفرديها، بتبقى جميلة في الاكل، ما تضايقكيش اهي. قربها لكم شويه. شايفه الشغل؟ بصي الجمال. خلاص خلصنا فرم في العجوه. بصوا بصوا الجمال. بصي هتفرقش بين العجوه التانية اللي هي المعلبه دي وبين البلح، ولا فيها قشره هتتعبك ولا تضايقك في الاكل ولا حاجه. بصي الجمال، بصي اهي تتفرد معاكي بسهوله اهي. بصي ان شاء الله نخلص بقيه حاجتنا، اوضب حوالي الحاجه جنبي بس كده واوريكي هنعملها ازاي. يلا عملنا الخميره وركناها. هنا بقى نحط الحاجات بتاعه الدقيق. حطينا برضو معلقتين سكر كبار، وادي شويه سمسم، نحط سمسم، نحط رشه ملح، ريحه كحك بسيطه، حاجات بسيطه. نحط الفانيليا بتاعتنا، اتنين فانيليا، واحد بيكنج باودر، نقلب حاجتنا. نجيب السمنه بتاعتنا، انا حاطه 1.5 كيلو سمنه، عشان دول 3 كيلو دقيق هنحط عليهم 1.5 كيلو سمنه. بسيحهم بس تسيح كده ما يقدحوش. اجيبهم من على النار، افتح فتحه كده عشان احط السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى ايه، نلم كده، نحط على السمنة كده ونلم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. 1.5 كيلو سمنة يخليهولك يدوب دوب كده ببقك، حاجة حلوة كده، ما يبقاش قاسي. ان
شاء الله هيبقى كويس، وبالهنا والشفا للي ياكلوا. نقلب كده لحد ما نتوه السمنه بتاعتنا في الدقيق. نبدأ نبس بقى كده. البسة دي هي اللي هتديك النعومية بتاعت اللقمة اللي هتاكليها. احنا لسه ما حطيناش الخميرة. يا جماعة بنبس الدقيق اهو كده لحد ما نشربه السمنة بتاعتنا. اهو تاني تبسي فيه كده لحد ما يشرب السمنة. هنا خلصنا بس اهو، خلاص كله اتشرب، مفيش دقيق. هنحط الخميره بتاعتنا اهيت، اختبرناها اهيت وبقت كويسه اهيت. نقلب نجيب شويه ماء دافيين نلم. نتنينا نلم في العجينه لحد ما تشرب الميه اللي احنا حطيناها. ودي حبايب العجينه بعد ما خلصناها اهيت اهيت. بصوا حاجه جميله جدا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهي. بصوا نلمها بقى ونغطيها ونوضب بقى الايه السجان بتاعتنا قبل ما ديت ترتاح. نوضب السجان بتاعتنا بقى ونوضب ايه السمسم بتاعنا والحاجه اللي احنا ايه هنعمل بيها. ودي حبايبي العجوه اهي بنفردها، نحط حته على كيس، وادي كيس فوق وكيس تحت كده، ونبدأ نفردهم. وفرد حتة عجينة بنفس الوضع برضو، كيس فوق وكيس تحت، وتفردي حتة عجينة اهيت. تجيب العجينة اللي احنا فردينها اهي، فردينها كيس فوق وكيس تحت اهيت، تقوم قلبة ايه العجوة اهي.
ومحط العجوة عليها كده اهيت. تقطع العجين كده حتة عجوة صغيرة كده وتحطيها في ايه المكان اللي فاضي ده اهو اهو. نلفها رول بقى كده اهي، نلفها. نمسك الكيس كده اهي، نلف كده اهي، تبدأ نلفها رول بقى على طول كده اهي. اهي اهيت. نقسمها 2 بس عشان هنزلها في اهيت. هنا مجهزين شوية عسل، عليهم شوية مية بسيط جدا. وادي السمسم بتاعنا اهو اهوت، منقيينه ومنضفينه. نخلي التقفيله دي من تحت، نجيب الوش كده ننزله هنا كده في العسل اهوت، نحطه في السمسم الوش بس، تحت لا اهوت بالطريقه دي. نيجي هنا بقى نعمل الجزء التاني اهوت اهوت، نحط برضو في السمسم اهوت. نبتدي بقى نقطعه بسم الله الرحمن اهوت. بصوا الرقات من جوه عامله ازاي، مش هتبان وتبقى واضحه اكتر الا بعد السوا اهوت. اسويه واوريهولكم. وادي يا حبايبي كعب الغزال بعد ما خلصناه سوا، لسه مطلعينه من الفرن اهو. بصوا اللفات، بصوا اللفات، بصوا شفت الحلاوه اهي، ناعم جدا وجميل اهو اهو. خد مننا حته عجينه، العجوه خلصت عملناه. ايه رايكم بحته العجينه اللي فاضت؟ عشان ما فيش عجوه هعمل ايه طيب؟ اتفضلوا معانا، الف هنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.